انت اللي ما طلعتش من البيضة هتعلمني انا. كلمة زي كده ممكن يكون احنا سمعناها قبل كده من اهلنا، او احنا ممكن نكون قلناها لاولادنا، لكن لو كنت قلت كلمة زي كده لابنك فلازم تتفرج على الفيديو ده، لان الكلمة دي ليها تأثير سلبي كبير على علاقتك مع ابنك. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد من سلسلة الكلمة تفرق. مش عايزك تصدق اي كلمة انا بقولها، لكن عايزك تفكر وتقتنع باي كلمة بقولها، ولو ليك اي تعليق مختلف اكتبه في التعليق وانا هحترمه جدا جدا. كلمة انت اللي ما طلعتش من البيضة هتعلمني انا، دي كلمة سلبية جدا بتأثر جدا على علاقتك مع ابنك. وعايزك تتخيل كده معايا اب بيلعب مع ابنه الطفل او الشاب او المراهق لعبة ريست، اللي هي لعبة القوة دي، تمام؟ لكن الاب ده او الام دي مش عايزة تخلي ابنها يكسب ابدا. كل مرة تلعبه هي اللي تكسب، كل مرة يلعبه هو اللي يكسب. انت رأيك في الاب ده ايه او الام ده ايه؟ طبعا انت رأيك ان الاب او الام ده عايزين يكسروا ابنهم، عايزين يحسسوه انه انسان ضعيف على طول وان هم الاقوى طول الوقت. وده للأسف بيأثر جدا على شخصية ابنك، وتأثيره مختلف. لو هو شخصية ضعيفة شوية غير شخصيته لما يكون انسان شخصية قوية شوية، وده اللي احنا هنشوفه. بس قبل ما اقولك على التأثير بتاعها اكتر، ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا وتعمل شير للفيديو. اللايك للفيديو اهم بكتير من الشير، لان كل ما بيكون فيه لايك كل ما الناس بتتعرف اكتر على الفيديو. فما تنساش انك تدعمنا، وهو ده اللي بيدعمنا اكتر وبيخلينا نعمل فيديوهات اكتر تفيد ناس اكتر بكتير. تعال نرجع للتأثير الخاص بالكلمة دي. زي ما قلت لك، اول حاجة بتخلق حاجز ما بيني وما بين ابني، لكن في فرق ما بين لو ابني شخصية ضعيفة شوية او قوية شوية. لو ابني شخصيته ضعيفة شوية يبقى هيسكت خالص ومش هيتكلم تاني، لان هيخاف يقول رأيه، لان ممكن حد برضو ينتهره ويقول له انت مش بتفهم، او انت رأيك غلط، او الى اخره. وده هيأثر كمان على ثقته بنفسه، هيأثر كمان على قدرته على التعبير والتواصل مع الآخرين اللي حواليه. أخطر شيء إن الإنسان ما يقدرش يتواصل بشكل فعال مع اللي حواليه. ده شيء فعلا بيؤثر على الإنسان بشكل كبير جدا في حياته. لكن لو ابنك شخصيته قوية شوية وهو إنسان قوي شوية، يبقى هيعند معاك وهيشوف إيه الحاجة اللي أنت قلتها، مش هيعمل زيها وهيعمل عكسها، وهيدور على ناس تانية بعد كده يتكلم معاهم ويسألهم لو في مشورة، وهيبقى في فجوة ما بينك وما بينه كبيرة جدا في علاقتكم مع بعض. شفت تأثير كلمة صغيرة زي كده ممكن تطلع بشكل غير مقصود، بس باين للأسف عدم احترامك لابنك، وانك انت شايفه لسه طفل صغير مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة، وده بيأثر جامد جدا على علاقتك مع ابنك. تعالى كمان اقول لك ايه ورا الكلمة دي. يعني لما اب او ام او اي واحد يقول لأي حد انت اللي ما طلعتش من البيضة هتعلمني انا، دي كلمة وراها دلائل على حاجات كتير قوي. اول حاجة بتدل على ان الانسان ده انسان للأسف متكبر شوية، يعني انسان مش متواضع، عنده من التواضع ان هو يسمع اللي قدامه حتى لو كان اصغر منه. تاني حاجة انك بتدي لعقلك الباطن امر انه ما تتعلمش حاجة تانية، ما تعرفش حاجة تانية، لان انا خلاص عارف كل حاجة وانا امتلك الحقيقة المطلقة. فللأسف الناس اللي بتكونوا بيظنوا ان هم بيمتلكوا الحقيقة المطلقة للأسف بيكونوا صعبين جدا في التعامل معاهم، ومعاشرتهم كمان للأسف بتكون صعبة جدا. لكن الحقيقة ان مفيش انسان في الدنيا ابدا يمتلك الحقيقة المطلقة، ولو انت فاكر كده يبقى انت للأسف انسان مخدوع وبتخدع نفسك. ومش بس كده كمان، ده انت للأسف كل اللي هيكون عندك واحدة واحدة، لانك ما بقتش تنشط عقلك في افكار جديدة وحاجات جديدة، هتبتدي تفقده ومش هيكون موجود عندك وهتنساه. لكن الحقيقة ان احنا هنفضل نتعلم طول عمرنا حتى لغاية لما نموت، وهنعرف حاجات جديدة وهنكتشف حاجات جديدة، لان العلم والمعلومات غير محدودة، وانا هتعلم في يوم من الايام من حد اصغر مني كمان. يعني انا المفروض بقى ان انا ما اكلمش ابني واعلمه الصح من الغلط ايه واوجه ابني؟ بالعكس، انا عايزك توجه ابنك وتعلمه الصح والغلط، ده مهم جدا جدا لابنك. بس انا عايز انبهك لنقطة مهمة قوي، ان في الجيل ده اصبح مصادر المعلومات كتيرة جدا. يعني مثلا جوجل، اقل حاجة هو لو احتاج اي حاجة هيروح كاتب على جوجل وعامل بحث، ومش هيطلع له مصدر واحد، ده هيطلع له مئات المصادر للمعلومة اللي هو عايزها والحاجة اللي هو عايز يتعلمها وعايز يعرفها. يعني انت دلوقتي ما بقيتش المصدر الاول ليه للمعلومات، بالعكس بقى الانترنت وكل المصادر دي
متاحة لأي حد يتعلم أي حاجة ومجانا. يعني ممكن هو يكون كمان جمع معلومات كتيرة جدا قبلك أنت وبقى عنده معلومات أكتر بكتير منك أنت. أمال أنا أعمل إيه بقى لما يحصل خلاف ما بيني وما بين ابني وأنا شايف إن الحاجة دي صح؟ أول حاجة أنا مهم جدا إنك أنت تعرف إن أكيد إن في جزء من الحقيقة عند ابنك. يعني في حاجة صح هو أكيد قالها، فامدح الحاجة الحلوة اللي قالها، والحاجة اللي هي مش حلوة برضو ما تحتقرهاش، بالعكس انت اسمعها واحترمها. وهو على فكرة مع نفسه هيقعد مع نفسه شوية وهيبتدي يفكر وهيكتشف الحاجة ان الغلط اللي عنده ايه، وهيسمع كلامك وهيعرف انك انت اللي كان عندك حق في الحاجة دي. لكن لانك انت احترمت كلمته واحترمت انك انت الرأي بتاعه، هو كمان هيحترمك وهيحترم رأيك انت كمان. بأكد لك ان في العصر ده الأطفال والشباب والمراهقين بقى هم اللي عندهم التحديث، هم عندهم أجدد حاجة، هم عارفين أحلى حاجة وأجدد حاجة. يعني مش المفروض إن إحنا اللي نعلمهم دلوقتي، بالعكس ده هم اللي عندهم معلومات كتيرة جدا وهم اللي يعلمونا، مش إحنا اللي نتعلم منهم. ومفيش ما يمنع إطلاقا إنك تسيب ابنك يكسبك مرة أو 2 أو 3 وتقول له تصدق رأيك فعلا عندك حق، أنت رأيك الصح. ساعتها هيشعر من جواه انه فعلا انسان بيفكر صح، ماشي صح، عنده ثقة بنفسه، وده هيديله ثقة بنفسه كبيرة جدا، وهيحس بشخصيته وبكيانه وبذاته، وهيحس انك انت قدرته واحترمته، وبالتالي هو كمان لما يجي يتكلم معاك هيحترمك وهيقدرك وهيشكرك لانك انت فعلا احترمت رأيه ووجهة نظره. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، ده اهم حاجة، وتعمل سبسكرايب، تعمل كمان شير للفيديو عشان ناس كتيرة جدا يهمها انها تعرف كلمة زي كده تأثيرها ايه، ويفيد ناس كتيرة اكتر بكتير. شكرا جدا ليكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.